كل ما تتفاجئ إن رسالة بتجيلك من أعز أصحابك بتقراها من شريط الإشعارات من بره عشان ما تعملش سين، وبتقول لنفسك هرد بالليل لما أروق. بتعدي أيام وأسابيع وتلاقي نفسك مكسوف تفتح الشات أصلا لأنك اتأخرت جدا وشكلك بقى وحش. الوضع ده مش ندالة منك، دي حالة نفسية بتصيبنا اسمها الاحتراق الاجتماعي، من كتر ما احنا متاحين 24 ساعة على 5 برامج على السوشيال ميديا مختلفة مطلوب مننا نرد فورا. العقل بيترجم أي رسالة جديدة على إنها تاسك أو عبء تقيل مطلوب منك تنجزه، مش مجرد دردشة مع حد بتحبه. طاقتك التواصلية بتجيب آخرها فبتهرب من سكات، والأزمة إننا بقينا بنقيس غلاوة الناس بسرعة ردهم، وده بيخسرنا علاقات كتير. محتاجين نتبع فكرة إن أنا شفت رسالتك بس طاقتي خلصانة ومش قادر أرد دلوقتي. ولو حسيت بضغط ما تهربش، ابعت ايموجي أو فويس نوت في ثانية قول فيها إنك مضغوط وهكلمك لما أفصل، بدل ما تسيب الدايرة مفتوحة وتوسع منك وتخسر صحابك بسبب الإحراج. ابعت الفيديو ده للناس اللي معلق رسايلهم بقالك شهر واعتذر لهم بشياكة، واعمل سيف الفيديو ده عشان تفكر بيه نفسك.